السلام عليكم، أهلًا وسهلًا، مرحبا بالجميع، إن شاء الله نلقاكم هذا الفيديو فتم الصحة وتكونوا بخير وعلى خير بفيديو جديد وتنسيقات المحجبات وغير المحجبات. إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة فما عليكم إلا أنكم تنضموا بالاشتراك وتضغطوا على زر الإعجاب بالفيديو، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي، وشكرا لكم. كيف ما كتشوفوا معايا دائما الجديد والحصري في عالم الموضة وعالم الأناقة. كملوا معايا الفيديو حتى الأخير باش هكذا تستافدوا من جديد الموضة وتستافدوا من طرق كيفاش تقدروا حتى أنكم تنسقوا الملابس ديالكم بطرق سهلة وأفكار جديدة، وكذلك كيفاش تعرفوا على الألوان اللي دارجة على الموضة هاد السنة هادي واللي طوندونس دائمًا جديد في عالم الموضة والتميز. كنتمنى أنكم تشاهدوا الفيديوهات اللي قبل من هذا الفيديو، وكذلك أنكم تكملوا الفيديو حتى الأخير باش هكذا تستافدوا من الجديد كيف ما كتشوفوا معايا بحال هاد الشكل ديال الوثيقة هادي اللي مدخلة فيها هنايا المارون. كيف ما كتشوفوا معايا مدخلة فيها هنايا ال يعني مجموعة من الألوان اللي على الtendance. كذلك هذا يعني تنسيقة كما كتشوفوا هنايا cardigan، وكيتكون من هذا الشكل ديال التنورة. هنا تقدروا تلبسوه بهذه الطريقة، يعني كتاخدوا cardigan كتدخلوه من الداخل ديال التنورة كيجي بحال شكل فستان، أولا تقدروا ديروا غير التنورة من التحت وديروا فوق منها ديك الcardigan اللي كيجي فوق منه بحال المونطو طويل. كيف ما شفتوا معايا هادو مجموعة من التنسيقات الأنيقة والراقية. فدائمًا هاد الensemble يعني كنقدروا نلبسوهم بأكتر من طريقة، يعني تيكونوا عمليين، نقدروا نلبسوهم مع مجموعة من القطع. وهاد التنسيقة هادي اللي فيها هاد الكارديغان كيجي مفتوح، كذلك هاد الجاكيت اللي فيها القُب بحال هكدا، يعني مجموعة من الأفكار كيفاش تقدروا تنسقوا الملابس ديالكم وأشنو يكون عندكم في الخزانة ديالكم في فصل الشتاء. كيف ما دارت حتى هاد العريضة، يعني لبستهم مع مجموعة من القطع ومجموعة من الملابس. بالنسبة لهذا يعني فستان شتوي اللي كيجي بحال هكا كول مونتي، كيجيو فيه هاد اليدين بحال هكا فيهم هاد الفريفرات، كذلك كيجي بالحزام. كتشوفوا معايا أنه كيجي سخون وملبس من الداخل. هنا المارون اختارته حتى في الحذاء الشتوي بالنسبة لهاد الميني بوت. كتشوفوا معايا أن هذا اللون الأخضر اللي جا في الترونش كوت كما كتشوفوا جا راقي جدًا، كذلك البيج هنايا لبساتو مع هاد الحقيبة اليد اللي جات في الزيتي، أولا تقدروا تختاروا معاها حتى الحقيبة اليد اللي بالبيج. هادو مجموعة من التنسيقات بالنسبة للدوم، بالنسبة للجاكيت، بالنسبة حتى الأنسامبل كيفاش تقدروا تلبسوهم بأكتر من طريقة، مع هاد الجاكيت، مع لي فيست، مع الشوميز كذلك، مع هاد المارون يعني كيفاش كيجي راقي جدًا. وكذلك هو يعني ملك الشتاء. كما كتشوفوا معايا أنه دائمًا تيتختار أنه يتلبس في الشتاء هو المارون. وهادو بعض التنسيقات بالنسبة للتريكو اللي تيكون كولمونتي كيفاش تقدروا تلبسوه مع مجموعة من القطع بحال مثلًا بحال التنورة، بحال البونطالون. كذلك هاد الفيست اللي كتشوفوا معايا أنها كتهبط من الجناب يعني بالكارويات، أنا لابساها مع اللون بوردو اللي جا في التريكو بالكولمونتي. كذلك هادي تنسيقة اللي فيها هاد المونطو اللي جا طويل بالأبيض اللي جا راقي مع هاد الأونسومبل. كتشوفوا معايا أن هاد المونطو هذا اللي كيكون بحال هكدا كيجيو منفوخين بحال هاد الشكل هذا يعني، وكيجيو سقيخنين هنا بالبوردو كما شفتوا هنايا اختارته مع الأسود. كتشوفوا أن هذا اللون كيتماشى مع بزاف الألوان. كذلك هذه تنسيقة اللي فيها الأسود هنا اختارتها مع هذا المونطو اللي جا طويل وجا مستور كما شفتوا معايا. كذلك هذا المونطو هذا اللي اختارت أنا نضيف ليه هاد لاسانتور هنا عوض الحزام ديالو اللي جا راقي. كيجي هنا مونطو ستيل غوب كما شفتوا معايا. كذلك هذا أونسومبل اللي كنعرفوا أن هاد الأونسومبل يعني كيجيو عمليين، تقدروا تلبسوهم البنات مع البنطلون، تقدروا تلبسوهم حتى مع تنورات. كيجيو راقيين في التنسيقة ديالهم، وكيجيو سامبل بهاد الطريقة هادي وسخيخنين في نفس الوقت. هذا ensemble يعني كيجي بحال هكا كيجي بحال tenue de sport كيما شفتوا معايا، كيجي بحال هكا فيه القُب. بالنسبة لهاد الحذاء اللي اختارته رياضي كذلك، مع هاد الحقيبة اليد. كتشوفوا معايا أن هاد الدودو اللي اختارت معاه كذلك كيجي راقي جدًا. الجاكيت اللي كتجي بالزيتي هنا مع البيج. كتشوفوا معايا هنا هاد اللون هذا اللي جا راقي جدًا في لا فيست ديال الكوير مع تنورة. كذلك هادي فيست طويلة كيفاش تقدر تلبسها مع مجموعة من التنسيقات بالنسبة للبنات اللي كيبغيو بحال هاد الستيل هذا اللي كيجي بحال هكا لارج. كذلك هاد الموطو هذا اللي كتشوفوا معايا كيجي بحال هكا بالفوغور. هنايا اخترت أنها دير لي هاد لا سانتور كيجي بالبيج بلون كاسي، يعني الأنيقات البنات اللي كيعجبهم بحال هاد الشكل ديال لي مونطو. كذلك هذا مونطو طويل يعني كيجي مناسب للمحجبة وغير المحجبة لأنه مستور. وهادو بعض التنسيقات كافي
فكرة كيفاش تقدروا تدخلوه. كذلك هذا كارديكان كتشوفوا معايا أنه جا منمّر. أنا اخترت تضيف لي هاد لا سانتور مع هاد التريكو هذا اللي كتشوفوا معايا. كيجي بحال ما هكا سخون وكيجي فيه بحال كيجي بحال فيه هاد الشكل هذا من جهة الكول. كذلك بالنسبة للتنورة اختارتها بهاد الطريقة هادي أنها تلبسها مع هاد النوعية ديال التريكو. كتشوفوا معايا هاد الأنسومبل هذا جا راقي. هنايا فستان مع هاد الكارديكان اللي كيجي بحال هكدا كيتقبط بهاد الحزام. كذلك هذا موطو كتشوفوا معايا كيكون معاه هاد الحزام ديالو. أنا لبساتو بهاد الطريقة هادي. تقدروا تلبسوا المحجبة وغير المحجبة لأنه مستور. البنات إلا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم إلا عجبكم الفيديو، وما تنساوش كذلك تشتركوا في القناة إلا باقي ما اشتركتوش. دائمًا الجديد والتميز في عالم الموضة وعالم الأناقة، فغتشوفوا معايا مازال فيديوهات جداد. وكذلك غنجيب لكم مجموعة من القطع الملابس الجديدة، وكذلك اللي دارجة على الموضة هاد السنة هادي. نتلاقى معكم في فيديو قادم إن شاء الله. بسلام عليكم.